ازيكم؟ يا مساء الفل، عاملين ايه؟ آه، النهارده الجزء التالت، الحكاية التالتة. قبل ما نبتدي بس كنت عايز بس احكي على نقطة، على تفصيلة صغيرة في حياة اخينا كده. بيتهيألي دي مهمة، تقدروا تبنوا عليها حاجات كتيرة قدام. آه هو مبدئيا وهو في تالتة ثانوي تقريبا، تانية ثانوي، حاجة كده يعني. ليه أخت توفت وهي كانت صغيرة. ولما أختي اتوفت بابا تعب جدا، و وبعد كده يعتبر أمه هي اللي خدت مسؤولية البيت كله. تمام. فأمه هي اللي قامت بالوقت ده بدور الأب والأم، وأبوه كان تعيان تلات أرباع الوقت. آه، بس فالتفصيلة دي مهمة عشان هنحتاجها قدام يعني واحنا بنحكي الحكاية. المهم، الراجل دخل الجامعة وعدى أول سنتين تلاتة، طبعا إيه، عايش حياته خروج وانبساط وفسح وتك تك 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 وخلافه. آه، و... وما اشتغلش خالص. تمام، لأن هو كان إيه، بس هو مقضيها خروج وانبساط وفسح وتمام. في الوقت ده كان ظهر في شيخ اسمه عمرو خالد، في ناس كتير أكيد تعرفه دلوقتي. أوكي. وعمرو خالد ده كان بيقعد في جامع الحصري في 6 أكتوبر، وكان الناس كلها تروح، الشباب يروحوا إيه يسمعوا. المهم عمه جاله وقال له إيه، بقول لك إيه، تعالى معانا هوديك عند شيخ إيه مش عارف إيه حلو وبتاع، وتعالى اسمع وبتاع. هو طبعا زيه زي كل الشباب ما كانش راضي يروح، فهو قرر بقى ياخد إيه أصحابه معاه البنات والولاد، وتعالوا نروح مع بعض وبتاع. قال لك إيه، نعملها خروجه وبتاع، فقام راح. آه، وهنا ابتدى يحصل تطور في شخصيته هو وصحابه. اوكي. ورجعوا تاني بقى، ورجع تاني للشخصية اللي هي لا، هي عايزة تبني مستقبلها وعايز يدي افكت وعايز يبقى احسن وخلافه. جه في وهو في اخر سنة تالتة في الجامعة، قرر ان هو يفتح مشروع. خد بالكوا، هو كان لسه في دماغه نفس الفكرة، انه انا مش هشتغل عند حد، انا هعمل مشروع. تمام. لازم تفهم كمان إن هو كان رايح للمشروع وعنده الإيجو اللي اتولد له بسبب التجارب اللي قبل كده، إن هو أي حاجة يقدر يدخل لها هي هتنجح، ما فيش كلام. تمام. يمكن بس اللي زاد عليها شوية حتة التدين شوية، فبقى هو قرر لا أنا هادعي ربنا، ولا أنا هعمل، ولا أنا هسوي. وده أكيد هيأكد إن النجاح أكتر وأكتر. المهم جه ساعتها كان في مصر في المشروع إن كل الناس بتفتح حاجة اسمها سايبر إنترنت كافيه يعني. أوكي. كان هو يمكن تقريبا من أوائل الناس اللي عملت الموضوع ده في مصر. آه، يلاقي إن هو كان في دماغه هو وصاحبه نقطة ناتجة برضو عن قعدتهم عند عمرو خالد شوية في فترة من الفترات، وهي هو المشروع ده حلال ولا حرام. تمام. اللي من جيلنا احنا عارف إنه في الوقت ده، يعني في أوائل الألفينات وبتاع، كان الإنترنت هو عبارة عن مكان بس إحنا نتعرف على بنات ونشقط مش أكتر يعني، ما كانش في حاجة تاني. أوكي. آه، ف فكان كل ما يروح يسأل شيخ يقول له: "لأ، ما هو الإنترنت ده عامل زي السكينة، اللي هو أنت يا تتعلم منها يا تستفيد، يا إما بتعمل فيها حاجة سيئة." فقال أوكي خلاص، هو من المبدأ ده طالما الشيوخ قالوا إن هي حلال ما فيش مشكلة، فإحنا إيه، نعمل المشروع ده. تمام. آآ وقد كان وفتح مشروع، المشروع كان بيكسب كويس أوي. ماشي. من أول يوم، لإن هو كان آآ ما عندوش قيمة للفلوس، يعني ما عندوش قيمة للفلوس خالص، يعني هو مش مُدرك إن هو مُسرف، ومش مُدرك إن هو عمّال يبعتر الفلوس شمال ويمين، وما فيش خالص في دماغه أي حاجة عن قيمة الفلوس، وإن الفلوس اللي بتيجي ما بترجعش، يعني كان في أفكار كتيرة في دماغه كده، هو أصلًا مش بيفكّر فيها، هي خلاص طايرة من دماغه. ف
ابتدى مع الوقت يحس إنه هو ما عندوش حد بييجي ي يقعد عنده غير هو جايين عشان يتعرّفوا على بنات، يعني هو ما كانش شايف حاجة تانية بتحصل غير كده، تمام، حاول يحدف في سكة إنه المكان يقلب gaming أكتر، كان ساعتها في counter strike وmedal of honor فقال لك إنه المكان يقلب إيه gaming أكتر وبقى يعمل مسابقات gaming ومش عارف إيه وبتاع، مشيت الأمور شوية. بس still برضه عنده نوعية من الناس هي ما بتجيش غير عشان تتعرّف على بنات، أو ما بتجيش غير عشان مش عارف تعمل إيه، فكان الموضوع ده يعني إيه قلقه نفسيًا كده. آآ ساعتها قرّر إنه أوكي، أنا هاقفل المحل ده بتاع الإنترنت وهابدِّل النشاط، وراح أجّر محل تاني جنب محل الإنترنت وفتحوا مطعم. هنا بقى النقطة دي كانت فاصلة، لإنه في المطعم ده خَد قلم على قفاه محترم، وخَد درس كبير. فتح المطعم هو واحد صاحبه ده صاحب مطعم already، فراحوا هُم الاتنين هو صاحب المطعم صاحبه ده ما كانش فاضي أصلًا، وهو برضه نفس الكلام ما عندوش خبرة، فقالوا أوكي إحنا هنجيب حد ليه خبرة في المطاعم ما أعرفش إيه، هو اللي هيمسك المطعم. وفعلًا جاب حد مسك المطعم وكان شاطر أوي، المطعم كسب كويس أوي في الأول، جه فجأة صحي الصبح نازل المحل، فلان فين؟ فلان مش موجود، فلان فين؟ فلان ما جاش، كلم صاحبه يا عم ده اسمه إيه ده ما جاش. تليفونه مقفول، فين الراجل؟ أتاري الراجل جات له سفرية وقام سافر فجأة ومن غير ما يقول. طبعًا دي كانت كارثة، شُفت إزاي؟ فاتصدم. المشكلة بقى الأهم كانت فين بقى؟ 1 هو ما يعرفش أصلًا الأكل بيتعمل إزاي، 2 إنه ال 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 اللي هم كانوا شغالين في نوع من أنواع الأسماك ومش عارف إيه وبتاع، كان الجمبري في الوقت ده كان هو أكتر حاجة بتتباع عندهم، والجمبري ده كان في الوقت ده في مصر كان season يعني أنت بتجيبه في الشتا ويتخزّن للصيف، وفي الصيف أنت بتجيبه تقريبًا ب3 أضعاف تمنه في الشتا. طبعًا البيه ما يعرفش أي حاجة عن الكلام ده، فهمت إزاي؟ طبعًا لمّا الراجل مشي طبعًا الego عنده كان عالي بقى، طُز ما يمشي الراجل، هو هيتعلّم وأنا هاعمل اللي أنا عايزه وهاعمل أحلى من اللي هو كان بيعمله، وقد كان فعلًا هو الراجل قعد وقفل على نَفْسه باب المحل وكان يتعلّم ويبوّظ، يتعلّم ويبوّظ، بس اللي ما عملش حسابه بقى وما جاش في دماغه هو موضوع الأسعار. أصلًا الزباين عقبال ما هي كانت اتعوّدت already على الطعم بتاع الراجل الأولاني، وبعد كده الراجل اختفى، فالمطعم وقع. عقبال ما هو ابتدى يتعلّم، وبعد كده رجع يعمل أكل حلو، وبعد كده الناس ابتدت ترجع تاني، كان هو كَل من الخسارة هو وصاحبه بما يكفي، إن هُم مش قادرين يكمّلوا بتاتًا، نهائي. وللأسف صاحبه قال له: "أنا مش هاقدر أكمّل، أنا هاقفل المحل." خدوا بالكم إن الإنترنت كان لسه شغال موجود، قفل المحل، وده كان أكبر درس اتعلّمه ساعتها، ما تفتحش حاجة أنت مش فاهمها، ما تدخلش في شغلانة أنت ما تعرفش تفاصيلها. أنت لازم تكون اتعجنت في الشغلانة دي وفهمتها كويس أوي، أوي، أوي قبل ما تفتحها أو قبل ما تدخل النشاط ده. افهم الأول وبعد كده روح افتح مشروع، بس افهمها، افهم الشغلانة واحفظها وتفاصيلها الصغيرة قبل الكبيرة.
طبعًا اتعلّم أهو، راح قرّر إنه يقفل محل الإنترنت، لإن هو كان لسه برضه عنده الشعور بتاع الاستحرام ده موجود، ماشي، وقام قلب المحل بتاع الإنترنت محل مكرونة إيطالي كده ومش عارف white sauce وred sauce ومش عارف حاجات كده. كان برضه في الوقت ده المحلات دي ما كانش في غير واحد زيه في الزمالك تقريبًا أو حاجة كده. قد كان المحل نجح، وهنا بقى هو اتعلم، أولًا هو اللي اتعلم كل حاجة بإيده، ثانيًا ما كانش بيجيب صنايعية شاطرة أصلًا بقى، كان يجيب صنايعي ما يعرفش أي حاجة وهو اللي يعلمه، عرفت إزاي؟ يمشي مش مهم، هيجيب غيره ويعلمه، ما عندوش مشكلة، وهو قرر إن هو ما يحطش رقبته تحت حد. اللي ما عملش حسابه ليه كانت في نقطة مهمة، طريقة حساب الربح. هو برضه كان في دماغه كده فكرة إن هو أنا أبيع قليل أكسب كتير. والفكرة دي كانت ممكن تنطبق على الساندوتشات ومش عارف إيه، ودي طبعًا فكرة جاية له من صاحبه اللي هو عنده مطعم، فهي الفكرة دي أوكي تمشي معاهم، مع الساندوتشات لإنه بيبيع كمية، أمّا ناس هتيجي تاكل مكرونات ومش عارف إيه وبتاع، هو مش هياخد كمية يعني، فدي كانت أول غلطة. الغلطة التانية بقى لمّا جه عقد المحل خلص وجه قرر يجدد المحل، يجدد الإيجار. صاحب المحل بقى كان ساكن فوق المحل، الراجل عجبه مشروع المكرونة، فقرر يمشّيه. وعشان يصعّبها عليه راح ضرب الإيجار في 4 أضعاف، 5 أضعاف، طبعًا هو ما كانش يقدر يدفع الرقم ده، بس هو كان متأكد إن هو بيعمل كده عشان يمشّيه، من كتر غيظه ومن كتر ما دمه اتحرق من الراجل، راح منزّل باب المحل وقام جايب شاكوش كبير كده قد كده وقام مكسّر كل الديكور اللي عمله في المحل على الأرض، جابه على الأرض. هنا ده تاني درس، خدوا بالكم إحنا بنتكلم في حاجة حصلت في ظرف 3 سنين، يعني آخر سنة في الجامعة وسنتين 3 بعديهم. ما تفتحش نشاط في مكان أنت مأجّره ويكون صاحبه قريب منه. هو اتعلّم الدرس ده جامد جدًا، لإن هو كان خطب ساعتها وابتدى دماغه طَب هو قال أنا ليه ب ب يعني ابتدى هو يفكّر طَب هو بغض النظر عن الأسباب، كل محل ليهم سبب، أصل ما أعرفش ده الراجل مشي، أصل ده الراجل ما رضيش يجدد الإيجار، أصل ما أعرفش إيه. مع شوية الوعظ الديني اللي كان جواه ابتدى يدرك نقطة كده محددة اللي هي إيه بقى؟ ودي إجابة سؤال حلقة النهارده، هو أنا أقدر أنجّح حاجة ربنا مش عايزها تنجح؟ طب هل أنا أصلًا كبني آدم لو أنا نويت إن أنا أنجّح حاجة، هل هي هتنجح؟ السؤال اللي كان داير في دماغه في الوقت ده إن هو إيه، لأ ده هو يعني في قوة أكبر منّي وأكبر من إدراكي، وفي أسباب تانية بعيدة خالص عن فكرة إن أنا ما أكونش شاطر أو إن أنا ما أتعبش أو إن أنا ما أعملش، هي اللي ممكن تتحكم في الأمور. الموضوع مش دايمًا مسألة إن أصل أنا تعبت، فطالما أنا تعبت يبقى أنا هاخد نتيجة. أوكي، أنت ممكن تاخد نتيجة على فكرة، بس ممكن تاخد النتيجة وطبعًا طالما أنت تعبت هتاخد نتيجة، بس ده مش معناه إن النتيجة هتيجي في نفس المكان اللي أنت تعبت فيه، وده كان قُصر تفكير مش منه هو لوحده، يمكن ده أجيال كتيرة عندها نفس المشكلة دي، إن هي عندها اعتقاد إنه أنا تعبت في نقطة، في مشروع، في شغلانة، في career، فأنا المفروض أشوف النجاح في نفس الcareer ده ونفس الشغلانة دي، وده اللي اتكسّر قدّام عينيه.
إن الموضوع مش كده. بس هو عشان هو ناشف وعشان هو آآ يعني هو بالضبط كان يزعل، يقفل على نَفْسه الباب يوم، يصحى الصبح تاني يوم هو ولا كأن حاجة حصلت ويبتدي حاجة جديدة. يعني هو عنده الmindset دي إن هو أنا ربنا معايا، أنا هاكمّل، أنا هاخُش، أنا مش هيفرق معايا أي حاجة، أيًا كان اللي هيحصل أنا تمام. وفي الوقت ده بقى هتبتدي مرحلة تالتة من حياة الراجل ده، وهي رجوعه للوظيفة. ورجوعه للوظيفة كان سبب من أسبابه إن هو خاطب، وما كانش عايز يغامر أكتر من كده، لإن هو already كان عليه ديون جامدة جدًا من المحلات. دي حاجة هنرجع لها الحلقة الجاية. بس افتكروا 3 دروس الراجل دي اتعلمهم، تتفق معاهم أو تختلف، بس 3 دروس دول حطهم في دماغك. ما تفتحش حاجة أنت مش فاهمها، افهم الموضوع كويس أوي الأول، ابتديه من تحت. 2 ما تسيبش رقبتك تحت إيد الناس الفاهمة وأنت مش فاهم، ما تعملش كده خالص. 3 ما تروحش تأجر مكان تفتح فيه نشاط تحت عين صاحبه، وحاول قدر الإمكان يوم ما هتinvest في مكان وتدفع تبقى شاري المكان ده، كان يكون المكان ده بتاعك، ما تinvestش في مكان مش بتاعك. أشوفكم المرة الجاية، القصة هتحلو. باي.